صباح الفل يا شباب. طبعا انا بعتذر لكم ان الفتره اللي فاتت ما عملتش فيها فيديوهات خالص، وده لان انا ما كانش ليا اي نفس بعد القرف اللي احنا بنشوفه من اداره الاهلي ومن اللي بيحصل في الاهلي، وكل اللي انا كلمتكم فيه قبل كده هو اللي حصل. ما حبيتش ان انا اكون الشخص اللي كل شويه يقعد يقول لكم ما شفت انا قلت لكم، شفت انا قلت لكم. انا ما حبيتش اكون كده خالص. سبت اللي انا اقوله والفيديوهات اللي موجوده عندي في القناه هي اللي ترد. ف ولكن خلينا نتكلم بقى على، يعني بما ان احنا داخلين على مرحله جديده المفروض في تاريخ الاهلي حاليا دلوقتي، وانا مش ببالغ لما بقول لك كده، لان انت دلوقتي في مفترق طرق. يا اما تخش في نفق مظلم ما فيهوش خلاص كده، اللي هو بقى تخبطات وتجربه وتخبطات وتجربه، وترجع تاني بقى للسنين بقى بتاعت تقريبا استاذ محمود طاهر، اللي هم تقريبا من 2013 ل 2019 اللي انت ما خدتش فيهم ولا بطوله افريقيا. بس بقى المره دي لا هيبقى فيها افريقيا ولا دوري، على الاقل كنت بتاخد دوري. فخلينا نتكلم بقى يعني على الاخبار اللي هتنزل، اللي نزلت او اللي هتحصل يعني خلال الفتره اللي جايه، بدايه من ماتش سيراميكا اللي هو بتاع بكره. طيب، اول حاجه معانا هو قرار ذكي جدا اخده ياس تروب، او تقدر تقول قرار قوي يعني، وده عكسه خالص، عكس اللي كان بيعمله قبل كده قبل مباراه سيراميكا بتاعت بكره. الراجل اجتمع باللعيبه وقال لهم، طبعا احنا عرفنا طبعا اللي حصل ساعه ماتش سيراميكا اللي طلع من سيراميكا، اللي هو قال لك في 11 لاعب مصاب، وعمرو السوليه لما طلع مع ابراهيم فايق قال لك ده كده الاصابات دي قضاء وقدر، مش ملناش يد فيه، ومفيش حاجه اسمها تفويت والكلام ده كله. طيب، طبعا الكلام ده كله ما جاش على دماغ ياس تروب، ودي حاجه كويسه، اتمنى يشغل دماغه اللي ما بيشغلهاش دي. وقال لك وراح اجتمع مع اللعيبه وقال لهم مفيش حاجه اسمها تفويت، محدش هيفوت لحد. انت دلوقتي في مرحله ان كله عايز يحجز مكان في الاربعه الاوائل، علشان سواء تروح للكونفدراليه او تروح لدوري ابطال افريقيا. فمفيش حد هيفوت لحد، وكله ملتزم بالتعليمات الفنيه، وكله عايز يقدم كره كويسه، وكله عايز يكسب. فاي لاعب فيكم هيتهاون او اي لاعب مش هينفذ التعليمات الفنيه. واكد بقى على نقطه مهمه جدا، اي لاعب اناني في الفرقه، والكلام ده ليك يا تريزيجيه، وليك يا امام عاشور، وليك يا زيزو. اي لاعب فيكم هيكون يا بن شرقي، لا بس بن شرقي لا، اي لاعب فيكم انتوا الثلاثه هيأنن، مش هيلعب كويس، مش هيلتزم بالتعليمات الفنيه سواء دفاعيا او هجوميا، ملوش مكان عندي لا في التشكيل، لا الاساسي ولا الاحتياطي لنهايه الموسم. خلاص كده كله هيطلع بره القايمه. اي لاعب هيكون عالي على الفرقه هيطلع بره القايمه ايا كان اسمه. فاتمنى من ان اللعيبه يعني التغيير الجذري اللي حصل في شخصيه ياس تروب، وهنيجي في اخر الفيديو ان في برضه شخص تاني شخصيته اتغيرت تماما الفتره دي. فاتمنى ان التغيير اللي في الشخصيه ده ما يبقاش كلام بس، وبكره نشوف ده بيحصل فعلا. طيب، الخبر التاني اللي معانا يودينا بقى لخبر مستفز بقى، فاهم يعني؟ هو ايه؟ راح عمل حاجه كويسه وقام قلبها بحاجه منيله ب 60 نيله. كابتن وليد صلاح الدين وكل الجهاز الفني بتاعه قال له يا كابتن ياس خروب، بعد اذنك لو سمحت مصطفى شوبير خلاص ما عادش ينفع، ما بقاش رفاهيه فكره انه يقعد دكه. الراجل ده لازم يبدا اساسي كل الست ماتشات اللي فاضلين دول، علشان هي مش ناقصه. راح قال لك ايه بقى؟ قال لك لا، مبدا المدوره عندي ما فيهوش هزار، انا مش عايز اخسر ولا حارس مرمى في الاثنين على قدر قوي جدا من الفعاليه ومش عارف ايه والكلام والملوخيه والتقليه واي عبط في اي بتنجان. وانا مش عايز اخسر كمان غرفه خلع الملابس، لان الشناوي قائد قوي في الغرفه. ما اعرفش جاب الكلام ده منين، انا ما اعرفش. عد كام مشكله الشناوي كان فيها قائد عادي وما عملش اي حاجه، في ارض الملعب وبره الملعب. تمام. وقال يا جماعه لا، انا هبدا بمبدا المداوره عادي جدا. شوبير وقف في الماتشين بتوع منتخب مصر يريح، والشناوي هو اللي هيقف بكره. قدام سيراميكا. اتمنى ان اللي انا بقوله ده يضغط على الاداره ويضغط على الجهاز الفني ان الشناوي ما يقفش بكره. لو هتوقفوا الماتش اللي بعد منه انا ما عنديش مشكله. هتقول لي انت بتقول ايه يا عم؟ هقول لك ما هي بايظه، بس ماتش بكره ده بالذات ما ينفعش. هتقول لي ليه بقى؟ هتقول لي طب ده ازاي؟ بالعكس، ده يعني سيراميكا والاهلي حبايب ومش هيضغطوا علينا ومش هيحزقوا في الماتش، يبقى الشناوي هو الافضل انه يقف بكره عشان يبقى الماتش سون فاسو كده. اقول لك الكلام ده في البطيخ، الكلام ده في البطيخ. علي ماهر ما عندوش الكلام ده. علي ماهر بقاله بتاع 5 أو 6 سنين ما بيطلعش بره المربع الذهبي،
وما عندوش استعداد عشان الاداره بتاعت الفرقه دي واداره الفرقه دي بيحبوا بعض ان هو يضحي بمسيرته او بكاريره علشان يفوت ماتش للاهلي. فمش هيحصل الكلام ده. حتى لو علي ماهر اهلاوي واشتغل في اداره الاهلي في الجهاز الفني للاهلي قبل كده، والكلام الفاضي ده فكك منه. علي ماهر مش هيفوت ماتش الاهلي، وهيحزق بكره بالذات، لان انت عندك كم كبير جدا من لعيبه الاهلي موجوده في السيراميكا، فعايزين يثبتوا ان هم ما كانوش. وخلي بالك اعراض مش بيع. محمد عبد الله بقى وكريم الدبيس وعد بقى تمام. ومنهم بقى لعيبه قدامى شبه مثلا عمرو السوليه اللي قال مع ابراهيم فايق انا طريقه مشياني من الاهلي ما عجبتنيش تمام. فبالتالي انت بتتفرج على ايه دلوقتي؟ بتتفرج على ان الفرقه اللي ضدك هي هتحزق بكل الطرق. ليه؟ علشان مش عايشين الاعراض عايزه تثبت ان هي افضل من اللعيبه، يعني افضل من اللعيبه اللي انت سايبها جوه في الفرقه ومشيتنا احنا، فاحنا هنثبت ان احنا افضل. واللعيبه اللي انت مشيتها خالص زي مثلا عمرو السوليه، الراجل لو هو كده تراكم انذارات فبنسبه كبيره مش هيلعب. لو كان هيلعب كان هيعمل برده كده، كان برده هيحزق في الماتش علشان يثبت ان انا كنت اقدر ادي على الاقل سنه كمان في الاهلي. فما فيش حاجه اسمها لعيبه هتفوت ولعيبه مش هتفوت والكلام الفاضي. فانت دلوقتي لعيب ماتش زي ده انت وقيس بقى على ده كله. ده انت عندك المصري وعندك الزمالك. بص كام فرقه اصلا هتحزق عليك. انبي اللي هو اصلا الرئيس بتاعها زملكاوي ايمن الشريعي، بعد كده المصري وانت عارف المشاكل اللي بينك وبين المصري، والزمالك وبيراميدز. بص كام فرقه بتحبكش من السبعه، يعني انت وبيراميدز الزمالك سيراميكا اسمه ايه مين تاني والمصري وكل بص في عد كام فرقه بتاع 4-5 فرق من السبعه ما بيحبكش اصلا. واللي موجود واللي بيحبك هو مش عايز، هو عايز يكسبك علشان يثبت ان هو كان كويس، او اللعيبه دي عايزه تكسبك عشان تثبت ان هي كانت الاقدر ان هي تفضل موجوده في النادي. فانت متخيل انت محطوط في حته عامله ازاي؟ تقوم في الاخر تقول لي بعد كل ده نزل لي مصطفى شوبير وما تنزلش، نزل لي الشناوي وما تنزلش مصطفى شوبير. انت عايش في سلطه بلدي وهترجع تقول لي كل ده فين؟ كل ده عند الاداره. وخلي بالك هتقول لي طب ما بتضغطش على، مش هيقدروا، لان في بند في عقده مكتوب. انا ما اعرفش مين عمل كده. بند في عقده مكتوب بيقول لك ان محدش يقدر يتدخل لا في قراراته الفنيه ولا اضافه عنصر في الجهاز الفني ولا يمشيه. يعني ال6 شهور الاولانيين في عقده عباره عن انا يستروب عملاق، شخص عملاق حاطط الاهلي ده في جيبي كنادي بجماهيره بكله. يعني انا رئيس جمهوريه الاهلي والاهلي ده في جيبي بجماهيره بكله بادارته بقى بكله بقى. تيجي تقول لي طب مين عمل كده؟ اقول لك الاداره. طب ازاي صاغوا وازاي عملوا العقود دي؟ ما اعرفش. وترجع تقول لي وترجع تقول لنا احنا كجماهير ما نتكلمش عن فلان، ما ندعم طب ادعمه ازاي؟ ما هو بيضرني بايده، ما هو بايده بيضرني. ما ادعمه ليه؟ ادعمه ليه اصلا؟ ما هو انا بالنسبه له ولا شيء، ادعمه ليه؟ ما علينا، عشان شكلها يبقى ماتش زباله. يعني شكلها يبقى ماتش زباله. انت فاهم؟ الشناوي تجيله كره ويقوم عاملها كده بايده مثلا ولا حاجه كانه عايز يضرب دبانه كده، فاهم؟ تقوم داخله جون هوبا لبست الاول. انت صباح الفل صباح الفل. ما علينا. طيب نيجي بقى، بس ده خليه بعد اللي جاي. يعني ده الاول، خلينا نبدا بده الاول. طيب الاول يستروب بيلاقي ان امام عاشور بيتدلع من الاخر، بيتدلع في التدريبات. فالراجل هو كده عايز يمشي والموضوع منتهي وكلنا عارفين انه عايز يمشي وخلاص يعني. وانت اللي عملت كده. يعني الراجل كان ساكت ولعب معاك موسمين زي الفل، اللي قبل اللي فات واللي فات، وما كانش فيه اي حاجه. وسيبك من شويه النوش والعبط اللي كان بيحصل ده، اللي هو الدلع اللي بره والكلام ده، وانت بترزعه كوبا والدنيا بتمشي. انت لما جبت له لعيبه هي يعني ما تسواش قيمه مش قصدي ما تسواش اخلاقيا، لا كقيمه في الملعب ما تسواش قيمته في الملعب، واعطيتها مرتب اضعافه 3 مرات. خلاص ده طبيعي بقى اللي بيحصل ده، فاهم؟ اللي هو انتوا بتستخدموني بقى وانا مش جايبيني شخليله. فطبيعي اللي انت عملته ده. فكده امام عاشور مش هيكمل يعني، الا لو حد مشي زيزو اتساوى بعقده حاجات كده، وانت كده هتلخبط الدنيا زياده. مواضيع مالناش دعوه بيها. المهم يعني
يستروب راح اجتمع مع امام عاشور كده بعد التدريبات امبارح وقال له بص، انت دلوقتي ادائك مش زي قبل العقوبه اللي نزلت عليك الاسبوعين بتوع اللي هو ما سافرش مع الفرقه وكده. فانت دلوقتي قدام التقييم، انت تحت التقييم بالنسبه لي الماتش اللي جاي. هتنزل اساسي الماتش اللي جاي عادي، عشان ابقى انا كده عملت اللي عليا معاك، لعبت كويس وقدمت اللي كنت بتقدمه قبل العقوبه، انت اساسي معايا بقيه الست ماتشات. طيب ما عملتش اللي عليك، انت هتقعد دكه، هتقعد دكه وهتكون بالنسبه لي مجرد بديل بينزل في اخر كام دقيقه علشان بس ينشط الفرقه، وممكن كمان ما تنزلش. فبس امام عاشور يعني الراجل ما اتنرفزش واتكلم مع يستروب وقال له ويستروب قال له فكك بقى من الحاجات الخارجيه دي، انا ماليش علاقه بيها، انا عايزك تركز لي في الملعب بس، وبعد ما الموسم يخلص ما انت اصطفي مع الاداره بقى. قام الراجل قال له انا هركز وما تخافش وما فيش اي حاجه، وانا وهعمل اللي عليا علشان الاهلي يتوج ببطوله الدوري. طيب ده اللي حصل ما بين يستروب وما بين امام عاشور في نفس التدريبات بقى بتاعت التدريبات بتاعت امبارح. نفس التدريبات بتاعت امبارح. ليه السبب اللي خلى تروب يجتمع مع امام عاشور؟ ان في الناحيه النقيض بقى فين الصوره اهي، حسين الشحات عملوا تقسيمه ويستروب استخدم حسين الشحات في مركز نص الملعب الهجومي او تحت المهاجم، اللي هو اللعيب رقم 10، اللي هو اللعيب اللي بيبقى عنده الحريه الهجوميه في منطقه نص ملعب الخصم. حسين الشحات ابدع في التدريبات. فيستروب بقى بيفكر هو والجهاز الفني، لو امام عاشور الماتش اللي جاي ما عملش حاجه يبقى ايه اللي هيحصل؟ الماتش اللي وراه امام عاشور هيقعد دكه، وحسين الشحات هو اللي هيلعب اساسي في المركز ده، وامام عاشور هيبقى بديل ليه، او بديل لبن رمضان، او بديل لديانج، يبقى مجرد عنصر اضافي في نص الملعب كبديل، لكن مش هيكون هو الاساسي. خلاص الاساسي هيكون حسين الشحات في المركز اللي هو تحت المهاجم ده. طيب انا بالنسبه لي ايه؟ انا بالنسبه لي الفتره اللي جايه انت محتاج اللعيبه اللي قلبها على الاهلي. يعني ايه؟ يعني تريزيجيه، تريزيجيه قلبه على الاهلي يا جماعه، فككم اللي هي ايه الانانيه والكلام ده. الانانيه دي لو اتحلت كل ده هيخلص تمام. رقم 2 حسين الشحات، الراجل على يدكوا ضحى ازاي علشان يجي الاهلي تمام. اللعيبه هي عايزه تكمل في الاهلي. امام عاشور الراجل بص بيرفص عشان يمشي، فما تعملش مشاكل. زيزو مشكلته ان هو مش عارف يديك بقيمه المرتب اللي بياخده، فانت في كل ماتش حاطه تحت الميكروسكوب. فانا بالنسبه لي لعيب زي بن شرقي افضل بكتير. هتقول لي ما بيلعبش على اليمين، هو في اي حاله ليه افضل بكتير من اداء زيزو مع الاهلي في الماتشات اللي فاتت. بس انا بالنسبه لي لا ابدا بزيزو، لان زيزو جاي من فورمه كويسه من الماتشات بتاعه منتخب مصر، فيمكن يقدم. ما قدمش يبقى بره على طول فاهمني. مين المهاجم؟ محمد شريف، الراجل عمل شغل كويس مع الماتش اللي لعبوه مع مواليد 2005 تقريبا، وجاب سوبر هاتريك، والراجل منتشي نزله. انت الماتش اللي جاي ده انت بتقيم العناصر، مين اللي هيكمل معاك للاخر ومين اللي خلاص كده. فانت دلوقتي الماتش اللي جاي للاسف انت لازم تعتمد على لعيبه معينه، مش هينفع تطلعها. مين الوحيد اللي انا ضد ان هو يبدا اساسي الماتش الجاي؟ لان هو مش مركز خالص يا جماعه، فيه هنا دماغه مش مظبوطه. امام عاشور خلاص، انا امام عاشور للاسف بقى فيه زي حاجه كده بيني وبينه من ساعه لما تخلف عن السفر مع الفرقه. بس في نفس الوقت انا برضو عذره على اللي انت عملته فيه لما جبت له زيزو بالمرتب الكبير قوي ده، هو وتريزيجيه، وهما بيقدموش نفس اللي هو قدمه السنتين اللي فاتوا. هو شايل لك الفرقه السنتين اللي فاتوا. فبالتالي انا بالنسبه لي برضو مش عارف ازعل منه قوي، لان برضو هو ما عملش اللي عمله ده، عمله نتيجه رد فعل من الاداره، فاهم قصدي؟ مش لا خلوا امام عاشور يلعب الماتش الجاي، مفيش مشكله. العناصر الاساسيه زي ما هي، ونشوف الماتش اللي وراه. يعني نشوف الماتش الجاي هم هيعملوا ايه. يمكن يقدموا كرة كويسه، يمكن فعلا يبقى قلبهم على الاهلي، وبعد ما الموسم يخلص نبدا نتكلم ونشوف مين اللي هيجدد، مين اللي هيمشي، مين اللي هيعمل، مين اللي هيسوي. بس انك تكمل بزيزو بالمرتب ده لا.
لازم تقعد مع زيزو وتقول له زيزو انت لازم تخفض مرتبك لقد كده. عايز تخفض مرتبك خفضه، مش عايز تخفضه اتفضل اي عرض خارجي واتفضل يا معلم، وحلال عليك يا عم اللي انت خدته من الاهلي. بس ده بالنسبه لي، دي وجهه نظري. لان لعيب زي امام، لان انت حتى لو مشيت امام عاشور، حتى لو مشيت امام عاشور، انت لازم تقعد مع زيزو وتخفض المرتب بتاعه، لازم تقعد مع تريزيجيه وتخفض المرتب بتاعه، وتحط له وتحط سقف رواتب ما يتعداش. انت ما انتش ريال مدريد ولا معلش يعني. ريال مدريد في لعيبه بتقبض قد كده ولعيبه بتقبض قد كده، بس ريال مدريد فريق، اكبر فريق في العالم دلوقتي، بينافس على كل البطولات، بياخد كل البطولات. اللعيب اللي مش عاجبه بيمشيه ويجيب غيره في ساعتها. انت ما عندكش الرفاهيه بتاعت ريال مدريد، ما عندكش القوه الماليه والشرائيه بتاعت ريال مدريد، فانت مش بتقدر. يا راجل ده انت قعدت سنه كامله ما عوضتش لا عبد المنعم، ولا عوضت وسام ابو علي، ولا عوضت اي حد، ولا عوضت حاجه خالص، لانك ما عندكش القدره لجذب اللاعب اللي انت عايزه. عكس ريال مدريد لما بيقول للاعب تعالى ومجاني بيجي، لانه بيعرف يعوضه طبعا مرتبات واللي هي مكافاه التوقيع. انت ما عندكش القوه دي. المهم خلينا نخش الخبر اللي بعده. طيب ده اخر خبر معانا، معلش طولت عليكم النهارده بس الاخبار كتير. وليد صلاح الدين اجتمع النهارده الصبح تقريبا مع اللعيبه، وقال لهم مش عارف النهارده الصبح ولا امبارح اخر لا كان امبارح اخر التدريبات. وبعد ما خلص ياستروب اجتماعه مع كل اللعيبه وكل حاجه، هو بقى قال كلمته بعد ما ياستروب خلص. قال لهم بصوا 3 حاجات لا هتتعمل الفتره اللي جايه. رقم 1 تقييم جميع اللعيبه اللي موجوده في الفرقه، مصريين ومحترفين، واي لاعب هيتهاون وقايل لهم كده هيتكتب اسمه ان اللاعب ده مش هيكمل مع الاهلي الفتره اللي جايه خالص، لا دكه بقى ولا اساسي، مش هيكمل، هيتشاف له عرض ويتكل على الله. يلا يمشي يا عم الحاج من هنا، كفايه عليك انت كده بقى. طيب ايه القرار التاني؟ اي لاعب هينزل عليه عقوبه، هيروح يتوسط لي عند لاعب تاني عشان صاحبه فيجي يكلمني، صاحبه دوت هياخد عقوبه مغلظه. طب كباتن الفرقه جت تتوسط لكل اللعيبه، لو نزل عقوبه على كل اللعيبه هيتعاقبوا الضعف. مفيش كلام على اي عقوبات او الغاء اي عقوبه. طيب ايه الحاجه الثالثه؟ اي قرار فني او اداري هيتم اتخاذه الفتره اللي جايه هيتم الاعتراض عليه من اي لاعب، فاللاعب ده برضه خارج النادي الاهلي تماما. يعني مثلا اداره الاهلي قررت انها مش هتجدد لفلان، وفلان ده هيمشي بنهايه الموسم مثلا، طقت في دماغها دلوقتي. لو اي لاعب جه اتكلم معاه ان هو انت ازاي تمشي فلان، ده فلان كويس، هتمشي معاه. مفيش اعتراض على اي حاجه هتتعمل الفتره اللي جايه، لا جهاز فني ولا جهاز اداري ولا اي حاجه. طيب هل ده صح؟ هو صح في كله ما عدا نقطه واحده بس. انت عايز تشيل لعيبه لا بتلعب ولا يا اما مصابين، غلطه من عندك انت، غلطه من الجهاز الفني، غلطه من اللعيبه اللي بتلعب. يعني انت بتقول ان السيئه هتعم والحسنه هتعم برضه، ده غلط. لا الحسنه تعم ولا السيئه تعم. اللي عمل حاجه كويسه يتكافئ عليها، واللي عمل حاجه وحشه يتحاسب عليها وخلصنا. لكن نظام بقى كله يلا والكلام ده مش هينفع. وبالفعل في عدد من اللعيبه بعد ما قال الكلام ده اصلا اعترضوا على فكره ان احنا يتخصم لنا. في لعيبه راحت تقبض فلوس شهر 4 ده، لقيت مخصوم لها اللي هي الغرامه اللي نزلت عليهم لما طلعوا من الترجي. قال لك طب احنا ما بنلعبش، احنا مستبعدين اصلا، يا اما مصابين، طب احنا مالنا؟ قال لك اصابه يبقى انت بتاكل من بره، يا اما ما بتهتمش بنفسك وانا ماليش دعوه، وما بتلعبش يبقى انت مش مقنع كفايه وادائك مش مقنع كفايه للجهاز الفني، يبقى انت كمان يعني ايه ما بتقدمش اللي عليك، يبقى انت كمان تنزل عليك عقوبه. هل ده منطقي؟ لا، لان ياستروب باين جدا انه بيحب وبيكره مش عاطي اهتمام لاي حاجه. وكمويش لما طلع اتكلم قال لك ده احنا لا بنتمرن ولا بنعمل اي حاجه. يا راجل ده اسمه ايه؟ ده ياستروب قرر وفرض على الاداره كده ان هو لازم يتدخل في كل عقوبه تفرض على اي لاعب،
وكمويش اول ما رجع للاهلي بعد الاجازه اللي كانوا عاملينها دي، يستروب فرض عليه عقوبه $50,000 عقوبه. $50,000 يعني حوالي 2 مليون ونص. $50,000 ولا مش عارف 50 في 50 ب 25 2 مليون ونص. عمرها ما حصلت في تاريخ الاهلي. هو اللي فرضها وتتعمل عشان الكلام اللي طلع قاله. على رأي كابتن دولا لما قال لك احنا ماشيين دلوقتي بمبدأ مش عارف ايه، يا اصبر على جرك السو، يا مش عارف يعني يا يتعدل يا تجيله مصيبه تاخده، حاجه كده يعني. وده اللي اداره الاهلي ماشيه فيه مع ياس خروب ده. وطبعا ده قرار غلط تماما، مفيش حاجه اسمها كده. بس انت بتحاول تهيئ له جو مناسب ان هو التوب، وان اي حد لازم يسمع كلامه عشان الدنيا تمشي وتحاول تاخد بطوله الدوري بدل ما تطلع بموسم صفري. فانت بتصلح بغلط. انت فاهم قصدي؟ مش عارف بقى. انا مش حاسس ان احنا هناخد الدوري السنه دي. شفت الزمالك امبارح عمل ايه؟ 4-1 مع الرأفه. شفت ناصر منسي قعدوا يقولوا له اسطوره 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 لغايه ما صدق نفسه الراجل بقى اسطوره فعلا. انا فرحان لهم، انا اهلاوي فرحان لهم. واي واحد منافق هيقول عكس كده يبقى شخص منافق. يبقى شخص منافق. ان انت ما عندكش تقبل ان فريق الزمالك دي تاخد الدوري، يبقى انت شخص منافق. بالطريقه اللعب، بالروح، بالعزيمه، بالاصرار، بالحاجات دي، يبقى انت بتنافق نفسك. لا بيراميدز ولا الاهلي ولا سيراميكا ولا اي فرقه تانية في الدوري عندها نفس الاستمراريه والخوف على التيشيرت ويعني والاهتمام بالجماهير بالشكل ده. لعيبه لا بتقبض ونص الفرقه ناشئين وبص وعاملين كل حاجه. هتقعد تقول لي بقى صارفين $7.5 مليون؟ فكك بقى من الهاتش ده. فكك. كل اللي صرفوا عليهم مشيوا اصلا بقى. تمام؟ فسخوا عقود ومشيوا وما فاضلهمش غير كام لاعب، والباقي كله ناشئين. واللي مكملين بيهم دول اللي هم بتوع المواسم اللي فاتت اساسا. ومشوا كمان لعيبه من الاساسيه، يعني مشوا دونجا وناصر ماهر ومكملين لسه وبيكسبوا. فلو انت مش مبسوط لهم فعلا يبقى انت انسان منافق. اتمنى الفوز للاهلي. انا اهلاوي مش عارف اشجع نادي تاني. انا بحب الاهلي ومش عارف استحمل عليه اللي بيحصل. السلام عليكم.